بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبناء الطلبة، بنات الطالبات، اليوم بصدد دراسة درس المرآة الكورية. فإذا تخيلنا أن هذه عبارة عن كرة مصنوعة من الزجاج، هذه عبارة عن كرة زجاجية، هذه عبارة عن كرة زجاجية جوفاء، هذه عبارة عن كرة زجاجية جوفاء. إذا طلينا سطحها الخارجي بالفضة يصبح السطح الداخلي عاكسا للضوء، وإذا طلينا السطح الداخلي بالفضة يصبح السطح الخارجي عاكسا للضوء. فإذا أخذنا جزء من هذه الكرة بعد الطلاء، جزء، بنكون صنعنا مرآة كورية. نرجع نقول الكلام ده. هذا جزء مأخوذ من كرة زجاجية جوفاء طلي أحد سطحيها بالفضة، أصبح السطح الآخر عاكسا للضوء. إذا أخذنا هذا الجزء خارج الكرة بنكون صنعنا مرآة، وإذا أخذنا هذا الجزء بعد الطلاء بنكون صنعنا مرآة كورية. يبقى تعريف المرآة الكورية، نقول تاني، هي عبارة عن جزء من كرة زجاجية جوفاء طلي أحد سطحيها بالفضة فأصبح السطح الآخر عاكسا للضوء. هنكتب الكلام ده. تعريف المرآة الكورية هي عبارة عن جزء من كرة زجاجية جوفاء طلي أحد سطحيها بالفضة فأصبح السطح الآخر عاكسا للضوء. من هذا التعريف هي عبارة عن جزء من كرة زجاجية جوفاء طلي أحد سطحيها بالفضة فأصبح السطح الآخر عاكسا للضوء. تنقسم المرآة الكورية إلى قسمين: إما أن يطلى السطح الخارجي بالفضة فتسمى مرآة مقعرة، أو أن يطلى السطح الداخلي بالفضة فتسمى مرآة محدب. يبقى المرآة الكورية تنقسم لقسمين: إذا طلينا السطح الخارجي بالفضة فأصبح السطح الداخلي عاكسا للضوء سميناه مرآة مقعرة. أما إذا طلينا السطح الداخلي بالفضة وأصبح السطح الخارجي عاكسا للضوء سميت مرآة محدب. هذه المرآة المقعرة تعمل على تجميع الأشعة الضوئية، يبقى بنسميها لامة أو مجمعة للأشعة الضوئية. وهذه المرآة المحدبة تعمل على تشتيت الأشعة الضوئية، تسمى مشتتة أو مفرغة للأشعة الضوئية. يبقى عندنا المرآة الكورية تنقسم لقسمين: مرآة مقعرة لامة أو مجمعة، مرآة محدبة مشتتة أو مفرغة. نجي لمصطلحات المرآة الكورية. خلي بالك معي، نرسم مرآة كورية. هذه عبارة عن مرآة كورية
ما قادرين نحدد إنها مقعرة أم محدبة إلا بعد الطلاء. إذا طلينا السطح الخارجي بالفضة وعرفنا إنه السطح الخارجي كيف؟ أكمل الكرة بتلقوا إنه مطلية من الخارج. هنا لو أكملنا الكرة بنلقاها مطلية منين؟ من الداخل، يبقى هي محدبة. هنا مطلية من الخارج يبقى هي مقعرة. فبالرسم المرآة المقعرة هذا مستقيم، توجد نقطة في منتصف المرآة تماما، ويوجد هذا المركز، وتوجد نقطة بين المركز وهذه النقطة. هذه النقطة تسمى قطب المرآة. أما هذه النقطة تسمى بؤرة، وبنسميها بؤرة أصلية. هذه النقطة تسمى مركز تكور. يبقى عندنا مركز تكور، بؤرة، وقطب المرآة. لو رمزنا للقطب بالرمز غاف، والبؤرة بالرمز ب، ومركز التكور بالرمز م. المستقيم المار بقطب المرآة ومركز التكور يسمى محور أصلي. محور أصلي. نعرف واحدة واحدة. عندنا قطب المرآة هو عبارة عن نقطة أين تقع؟ في منتصف المرآة تماما. يبقى قطب المرآة هو عبارة عن نقطة تقع في منتصف المرآة تماما. منتصف المرآة تماما. يبقى تعريف قطب المرآة نقطة تقع في منتصف المرآة تماما. نجي نعرف مركز التكور. مركز التكور. مركز التكور. مركز التكور هو مركز الكرة التي صنعت منها المرآة. يعني بنشيل المرآة ومعاها شنو؟ الكرة. يبقى مركز التكور هو مركز الكرة التي صنعت منها المرآة. كده عرفنا انه مركز التكور. نجي للمحور الأصلي. المحور الأصلي. والمحور الأصلي عبارة عن مستقيم أبعد نقطتين مارين بهم هم قطب المرآة ومركز التكور. يبقى هو المستقيم المار. المحور الأصلي هو المستقيم المار بمركز التكور وقطب المرآة. يبقى المستقيم المار بمركز التكور وقطب المرآة يسمى محور أصلي. الرسم بالنسبة لمرآة مقعرة لو رسمنا نفس الرسم بالنسبة لمرآة محدبة. هذه هي المرآة المحدبة، وهنحدد عليها الحاجات اللي هي المصطلحات. لو قلنا دي مرآة محدبة، التظليل من الداخل، النقطة اللي بتقع في منتصف المرآة تماما بنسميها قطب المرآة. هذه النقطة تسمى البؤرة، وهذه النقطة تسمى مركز التكور. لاحظ ابن الطالب، إذا أكملنا الكرة بنلقى إنه مركز التكور والبؤرة في المرآة المقعرة أمام السطح العاكس. ده السطح المطلي وهذا السطح العاكس. يبقى البؤرة
والمركز أمام السطح العاكس في المرآة المقعرة. أما بالنسبة للمرآة المحدبة بنجي نلقى إنه البؤرة ومركز التكور خلف السطح العاكس، ودي عندها قيمة فيزيائية لقدام حنعرفها. فهذه هي البؤرة وهذا هو مركز التكور. هذا هو المحور الأصلي في المرآة المحدبة. يبقى دي مرآة شنو؟ مقعرة، وهذه مرآة محدبة. فضلنا البؤرة ما حنعرفها حسي، حنقوم نفط لها جزء كده. ليه؟ لأنه لو عرفناها الطالب ما حيفهمها بصورة جيدة. عشان كده ندرس خواص الأشعة الساقطة على المرايات ونجي راجعين نعرف البؤرة الأصلية. يبقى هنا لو قلنا خواص الأشعة الساقطة على المرآة الكورية، عندنا لاحظ العلماء في الخاصية الأولى إذا سقط شعاع ضوئي على مرآة مقعرة موازيا للمحور الأصلي، ركز معي، هذا هو المحور الأصلي، قطب المرآة، البؤرة، مركز التكور، هذا الشعاع الساقط موازي للمحور الأصلي. لاحظ العلماء أن الشعاع الساقط موازي للمحور الأصلي بينعكس مارا بالبؤرة. يبقى الشعاع الساقط موازي للمحور الأصلي في مرآة مقعرة حينعكس مارا بالبؤرة. قالوا نشوف نفس الشعاع لو سقط على مرآة محدبة، هذا الشعاع الساقط موازي أيضا للمحور الأصلي. لاحظ العلماء أن الشعاع الساقط موازي للمحور الأصلي في المرآة المحدبة بينعكس متشتت. دي لأما لأنه بتجمع نحو المحور الأصلي ده. هذه المرآة مشتتة، يبقى حينعكس متشتت بعيدا عن المحور الأصلي، ولكن امتداده يمر بالبؤرة. بقت الخاصية الأولى الشعاع الساقط موازي للمحور الأصلي في المرآة المقعرة بينعكس مار بالبؤرة. أما الشعاع الساقط موازي للمحور الأصلي في المرآة المحدبة بينعكس متشتت وامتداده يمر بالبؤرة. يبقى لو قدرنا نضم الاثنين في خاصية واحدة بنقول الشعاع الساقط موازيا للمحور الأصلي ينعكس مارا هو في المرآة المقعرة، أو وامتداده في المرآة المحدبة. أين يمر؟ بالبؤرة. يبقى الشعاع الساقط موازي للمحور الأصلي، الشعاع الساقط موازي للمحور الأصلي ينعكس مارا بالبؤرة في المرآة المقعرة. الشعاع الساقط موازي للمحور الأصلي ينعكس متشتت وامتداده يمر بالبؤرة في المرآة المحدبة. دي الخاصية الأولى. ومن الخاصية الأولى ممكن نعرف البؤرة، نرجع طوال نعرف البؤرة الأصلية في المرآة الكورية. البؤرة الأصلية اللي هي بنرمز لها بالرمز ب. هذه مرآة مقعرة، وهذه مرآة محدبة. هنا توجد البؤرة، مركز التكور، هذا عبارة عن المحور الأصلي. هنا قطب المرآة، بؤرة، مركز التكور. الشعاع ده ساقط موازي للمحور الأصلي حينعكس مار بالبؤرة. هذا الشعاع أيضا
صاغط موازي للمحور الأصلي حينعكس مارا بالبورة. هذا شعاع صاغط وهذا شعاع صاغط، هذا شعاع منعكس وهذا شعاع منعكس. الأشعة المنعكسة تجمعت عند البؤرة في المرآة المقعرة. يبقى بؤرة المرآة المقعرة هي نقطة تجمع الأشعة المنعكسة إذا سقطت موازية للمحور الأصلي وقريبة منه. قريبة منه دي بس لأنه الشعاع ده ساقط موازي للمحور الأصلي، لكن بعيد جدا ما حيسقط على سطح المرآة، عشان كده أضفنا كلمة قريبة منه. في المرآة المحدبة هذا الشعاع ساقط موازي للمحور الأصلي وهذا الشعاع ساقط موازي للمحور الأصلي. هذا الشعاع ينعكس متشتتا امتداده يمر بالبؤرة حسب الخاصية دي، وهذا الشعاع ينعكس متشتتا وامتداده يمر بالبؤرة. يبقى البؤرة هنا نقطة تجمع امتدادات الأشعة المنعكسة عندما تسقط الأشعة موازية للمحور الأصلي وقريبة منه. يبقى تعريف البؤرة هي تعريف البؤرة الأصلية هي نقطة تجمع الأشعة المنعكسة أو امتداداتها عندما تسقط الأشعة موازية للمحور الأصلي وقريبة منه. من هنا بنصل لحقيقة واحدة، إنه بؤرة المرآة المقعرة تكونت من أشعة حقيقية، إذن هي حقيقية. بؤرة المرآة المحدبة تكونت من امتدادات أشعة، إذن هي خيالية. هذا يقودنا إلى أن البعد البؤري في المرآة المقعرة، نرجع للرسم الأول، البعد البؤري هو المسافة بين البؤرة وقطب المرآة، بنرمز له بالرمز عين. في المرآة المقعرة لأن البؤرة تقع أمام السطح العاكس، البؤرة بؤرة حقيقية، إذن البعد البؤري يأخذ إشارة موجب. أما في المرآة المحدبة البعد البؤري المسافة بين البؤرة وقطب المرآة يقع خلف السطح العاكس، البؤرة بؤرة خيالية، إذن البعد البؤري هنا في المرآة المحدبة يأخذ إشارة سالبة. تكلمنا عن الخواص الأشعة وقلنا الخاصية الأولى الشعاع الساقط موازي للمحور الأصلي ينعكس مارا بالبؤرة في المرآة المقعرة. الشعاع الساقط موازي للمحور الأصلي ينعكس امتداده يمر بالبؤرة في المرآة المحدبة. قلنا في كلتا المرآتين بنقولها الشعاع الساقط موازيا للمحور الأصلي ينعكس مارا هو يعود إلى المرآة المقعرة أو امتداده بالبؤرة وامتداده في المرآة المحدبة. نشوف الخاصية رقم 2. لاحظ العلماء أيضا لو عكسنا مسار هذا الشعاع، ركز معي، هذه مرآة مقعرة، اعتبرنا أن هذا هو المحور الأصلي، هذه هي البؤرة، فإذا سقط الشعاع مارا بالبؤرة في الخاصية الأولى سقط موازي للمحور الأصلي انعكس مار بالبؤرة، هنا سقط مار بالبؤرة حينعكس موازي للمحور الأصلي. دي في المرآة المقعرة. أما في المرآة المحدبة الشعاع في المرآة المحدبة سقط موازي للمحور الأصلي انعكس امتداده مرة بالبؤرة. هنا حنقوم نعمل الخاصية العكسية، لو كانت هذه البؤرة وهذا مركز التكور، فانظر لهذا الشعاع، هذا الشعاع ساقط على سطح المرآة امتداده مار بالبؤرة حينعكس موازي للمحور الأصلي. يبقى عندنا الشعاع الساقط مارا بالبؤرة في المرآة المقعرة ينعكس موازي للمحور الأصلي، والشعاع الساقط امتداده مار بالبؤرة في المرآة المحدبة ينعكس أيضا موازي للمحور الأصلي. يبقى الاثنين في خاصية واحدة حتكون الشعاع.
الساقط مارا هو أو امتداده بالبؤرة ينعكس موازيا للمحور الأصلي. دي خاصية 2. نشوف الخاصية 3. لاحظ العلماء في المرآة المقعرة أن الشعاع الساقط على قطب المرآة، هذه النقطة عبارة عن قطب المرآة، الشعاع الساقط على قطب المرآة بيكون زاوية مع المحور الأصلي بينعكس بنفس هذه الزاوية. يبقى الشعاع الساقط على قطب المرآة ينعكس بنفس زاوية السقوط. دي الزاوية السقط بها، الزاوية اللي انعكس بها نفس الزاوية في كلتا المرآتين، إذا كانت المرآة مقعرة أم محدبة. ركز، الشعاع ده ساقط على قطب المرآة، كون زاوية مع المحور الأصلي بينعكس بنفس هذه الزاوية. يبقى لو دار نسيق هذه الخاصية حنقول الشعاع الساقط على قطب المرآة ينعكس بنفس زاوية السقوط. الشعاع الساقط على قطب المرآة ينعكس بنفس زاوية السقوط. الشعاع الساقط على قطب المرآة ينعكس بنفس زاوية السقوط. ممكن نختصرها في انه زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. ودي الخاصية رقم 3. آخر خاصية من الخواص المدونة في الكتاب الخاصية رقم 4، وأنا حاضيف عليهم خاصية 5 لقدام، لكن الخاصية رقم 4 بتقول كالآتي. ركز معي، لاحظ معي هنا هذه النقطة بؤرة، وهذه النقطة مركز تكور، وهذه النقطة غض مرآة. فالشعاع الساقط مارا بمركز التكور. نشوف شعاع ساقط مارا بمركز التكور. هذا الشعاع ساقط مارا بمركز التكور. لاحظ العلماء أن أي شعاع ساقط مار بمركز التكور بيرتد على نفسه. هذا الشعاع أيضا ساقط مار بمركز التكور بيرتد على نفسه. هنا في المرآة المحدبة لو لاحظنا قلنا مركز التكور وين؟ خلف السطح العاكس. ده مركز التكور ودي البورة. فلا يمكن أن يمر الشعاع بمركز التكور، ولكن يمكن أن يمر امتداده بمركز التكور. فهذا الشعاع ساقط على المرآة وامتداده مار بمركز التكور. هذا الشعاع امتداده مار بمركز التكور. يبقى الشعاع الساقط على مرآة محدبة وامتداده مار بمركز التكور أيضا يرتد من سطح المرآة، من هنا، من النقطة دي سطح المرآة، ده السطح العاكس. من السطح العاكس يرتد على نفسه. يبقى الخاصية دي تذكر كالآتي أو تصاغ كالآتي: الشعاع الساقط مارا هو أو امتداده بمركز التكور يرتد على نفسه. ولو قال لي علل لماذا إذا سقط شعاع مارا بمركز التكور يرتد على نفسه، فالشعاع المار بمركز التكور إما منطبق على محور أصلي أو منطبق على محور ثانوي. لقدام حندرس المحور الثاني
فإذا كان منطبق على محور أصلي أو منطبق على محور ثانوي معناه زاوية سقوطه تساوي صفرا. فإذا سقط بزاوية صفر ينعكس بزاوية صفر، إذن يرتد على نفسه. في الحصة دي تحدثنا أو تعرفنا على المرآة الكورية، عرفنا شكل المرآة الكورية، كيفية صناعتها اللي هي تعريف المرآة الكورية، انقسامات المرآة الكورية إلى مقعرة ومحدبة، مصطلحات المرآة الكورية اللي هي قلنا كالآتي: قطب المرآة عبارة عن نقطة تقع في منتصف المرآة تماما، مركز التكور مركز الكرة التي صنعت منها المرآة، المحور الأصلي قلنا هو المستقيم المار من مركز التكور وقطب المرآة. تحدثنا عن أن البؤرة الأصلية هي نقطة تجمع الأشعة المنعكسة أو امتداداتها عندما تسقط الأشعة موازية للمحور الأصلي وغريبة منه، وقلنا بؤرة المرآة المقعرة بؤرة حقيقية لأنها تكونت من أشعة حقيقية، أما بؤرة المرآة المحدبة بؤرة خيالية لأنها تكونت من امتدادات الأشعة. فقلنا البعد البوري للمرآة المقعرة بياخد إشارة موجبة لأنه البؤرة حقيقية، والبعد البوري للمرآة المحدبة بياخد إشارة سالبة لأن البؤرة خيالية. وتحدثنا عن 4 خواص نلخصهم في الآتي: ال4 خواص، إما أن يسقط الشعاع موازي للمحور الأصلي فبينعكس ماره أو امتداده بالبؤرة. الخاصية الثانية إنه يسقط الشعاع مارا بالبؤرة أو امتداده يمر بالبؤرة، في الحالتين بينعكس موازي للمحور الأصلي. بنقول الشعاع الساقط مارا هو أو امتداده بالبؤرة ينعكس موازي للمحور الأصلي. الخاصية الثالثة إنه يسقط الشعاع على قطب المرآة في كلتا المرآتين، يسقط الشعاع على قطب المرآة فبينعكس بنفس زاوية السقوط أو زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. والخاصية الرابعة الأخيرة إنه يمر الشعاع بمركز التكور، إذا سقط الشعاع مارا بمركز التكور بيرتد على نفسه، أو لو سقط الشعاع وامتداده مار بمركز التكور في المرآة المحدبة برضه بيرتد على نفسه. يبقى لو عملنا هنا سهم هذا شعاع منطبق على محور أصلي يبقى امتداده مار بمركز التكور معناه بيرتد على نفسه. فدي مقدمة للمرآة الكورية في هذه الحصة. إن شاء الله في الحصة القادمات نواصل في هذا الموضوع إن شاء الله. السلام عليكم.